السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. هذه مده طويله ما تواصلتش معكم مع دخول شهر رمضان الكريم، وكنت يعني مشغوله بزاف وما قدرتش نصور الفيديوهات نحطهم لكم. لهذا يعني حبيت نطلع لكم واحد الاطلاله ديال العيد، باش نبارك لكم العيد ونقول لكم عواشركم مبروكه، عيدكم مبارك سعيد، وان شاء الله تعيدوا وتعودوا كل المتمنيات والصحه والسلامه. وكنتمنى تقبلوا مني هاد يعني هاد الفيديو، لانه انا ما صورتش فيه بزاف. يعني تقبلوا مني هاد شويه ديال التصوير اللي صورت، لاني خرجت من شهر رمضان وانا مرهقه. ما عنديش القانه، ما عنديش الخاطر باش نصور الفيديوهات والفيديو ديال العيد. من التعب ديال العشر الاواخر. الله يتقبل منا يا ربي، تقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب، ويجعله في ميزان الحسنات ومغفره الذنوب ان شاء الله. كنتمنى لكم كل خير، كنبغيكم بزاف، كنموت عليكم، وكنقول لكم تاني من جديد كل عام وانتم بخير، دمتم دائما بصحة وعافية وطول العمر. ودابا دابا مازال ما خرجنا لصلاة العيد، ان شاء الله غادي نغير الملابس ديالي، لبسو يعني لبس ديال العيد الجديد ديال الخروج، وان شاء الله من بعد صلاة العيد نجيو نفطروا. وخليكم معي باش تشوفوا شويه ديال التحركات ديالي وشويه ديال اللقطات من الفيديو ديال يوم العيد، واخا يكون بسيط تقبلوا مني. وهذا يعني اطلاله لكم باش ما نقطع عليكم الحضور ديالي والظهور ديالي على القناه، لاني كنعرف باللي مازال كاينين متتبعين ديالي الاوفياء اللي دائما كيتسناو فيديو جديد، ودائما كيقولوا توحشنا امينه، وبغينا يعني بغينا اخبارها وبغينا نشوفوها وهذا. الله يعطيكم الخير، وحتى انا احبكم في الله الذي احببتموني فيه واحببني فيكم. وان شاء الله احنا على تواصل. من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحط فيديوهات جديده ان شاء الله. بقوا معايا دائما وانتظروا مني الجديد. واخا كان يعني كان نبطأ عليكم ولا كنغيب عليكم شويه، استحملوني لان الظروف ديالي تغيرات وما سمحش ليا باش نبقى ندير فيديوهات بزاف. المهم غير تعرفوا اني بخير وعلى خير الحمد لله، وفي احسن الاحوال الحمد لله والشكر لله، واموري مزيانه الحمد لله. وهذا مكان، وكنتمنى حتى نتوما تكون اموركم مزيانه وتكونوا دائما بخير وعلى خير. ومن جديد كنقول لكم ثاني في الاخير عواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. يلا خليكم معايا، ما تزبطوش، ما تمشيو لطا بلاصه، عيشوا معايا اللحظه. شاهد الفيديو حتى الاخير. حبايبي، أول حاجة غادي نبداو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الطقم اللي غادي نلبس دابا. نمشي لصلاة العيد، جليبة جديدة والطقم ديالها كله. دابا غنلبس عليا ونتلاقاو ان شاء الله في المصلى. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. هنا حبيت نصور لكم بعض اللقطات، لانكم ما كتعرفوا الناس كاينين، يعني ما نقدرش نصور كما يعني بخاطري كما بغيت. غير بغيت نقول لكم الاجواء كما هي. اللهم اجعلنا لك من. تقبل
الله منا ومنكم. إيه. الصيام والقيام. وهنا حبايبي بعد ما سالينا يعني المراسم ديال صلاة العيد، رجعنا للدار وبدينا الاحتفالات ديال العيد مع العائلة. هنا الأخ ديالي كيشعل البخور، هو باش بدينا أول حاجة، ومن بعد غادي نفطروا. وبهذا الفرحة د العيد كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. الله الله ألا أحباب يا نيزران رسول الله يغيد صاصي ما نغني أحباب مرا رسول الله كتاغدي الخبر نواد يطاسني ميلي وارقي رسول الله يميلي لحسنتني يغديد ويقلين فارنس ومارقي تقويا تصبر تاسات لوحي مطاوني عندي سورة كمين سولة نرارني إنا يسمع دوني جران اللي غاو كان أقومات مدات يغاك نوفي سفرني تقويا دنغ يقيس دمر اللي نسي لحباب نرى رسول الله السنيز دي مرقنا سيدي ولا نوارتني يغني يقبلي المهد إنا صريخ نغيت صينوي يغنى النزود أيور وقرن سايقي يغنى النزود تفوق توقرن سايقي أصواتنا بولان ورا والليقن أشفي اللوم لا صف سكوتني أصواتنا بولان ورا والليقن وهنا حبايبي بعد ما نقدت لكم شويه من المراسم ديال الفرحه د العيد هنا في الدار بين العائله. دابا خرجنا باش نديروا زيارات الاحباب والاهل، صله الرحم، وهي ما بين الطقوس المغربيه الاسلاميه اللي معتادين عليها، والحمد لله نشوفوا احبابنا ونفرحوا معهم ونشاركوا معهم الفرحه د العيد. واكيد طبعا عند الجميع ضروري صله الرحم، لانها من يعني ديننا الحنيف والطقوس ديالنا اللي ما كنتخلوش عليها. حبايبي وصلنا لاخر الفيديو، خليكم تستمتعوا بفرحة العيد، كل عام وانتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.